السلام عليكم بنات، واش راكم غاية؟ رجعتكم من ايامات العيد، هادو في ايامات العيد هذاك لا سومين الاولى نتاع العيد. اليوم الثاني نتاع العيد ماشي السيمانه الاولى. هادو الضلوع محمرين في الفرن جاو اكثر من رائعين، جاو يذوبوا في الفم. راكم تشوفوني نقسم لكم فيهم، جاو طيبين بسيسه. راح نوريكم اسهل طريقه ديروا بها الضلوع. على بالي ني روطار، قولي لي وفاء واش خليتي حتى اللحم العيد كمل ودرتينا الله غالب. شوفوا ما ريحتش باش ندير لكم مونتاج وبعدها فوايا جيت داك على هذا وين راني ندير لكم في المونتاج. شوفوا طاب بسيسه، ما عنديش خلوا الوصفه للعام الجاي ولا هكذا. اذا كانوا هكذا عندكم الدراهم الاخر شريتو ضلوعات ديروهم. درت ضلوعه رافقتهم بطاطا مقليه فريس كيما راكم تشوفوا معايا، ورافقتهم بهاد الروز بالاعشاب المنكهه، جا بنين بزاف اكثر من رائع. الروز درته عندنا هكذا في البيت، عندنا النباتيين ما ياكلوش اللحم، عندنا داك علاه درت الروز. لازم دايما نشوف اللي عندهم شخص نباتي في البيت لازم تلقاي راسك اذا درتي اللحم الاحمر لازم طيبيه حاجه ثانيه. ليسونسيال هذه الضلوع نتاعي اللي درتو. شوفوا الضلوع ديروا الكونتيتي قيس العائله نتاعك شحال كاين من شخص في البيت. راكم فاهمين يا البنات؟ انا الضلوع شويه راكم عارفين التقسيم تاع العيد مش كيما الضلوع اللي يتباعوا في المحلات يقطعوهم رقاق على هكا، فهمتم؟ مش كيما تقطع نتاع البيت. راكم فهمتوا؟ فوالا هذه هي راح نديره في الكوكوط نتاعي. هذاك على قلت لكم يطيبوا بسيسه وباسهل طريقه. راح نطيبهم في الكوكوط نتاعي، راح نطيبهم كشغل هكذا، نخليهم تقريبا يبقى لهم غير شويه ويطيبوا ماشي بزاف. تقريبا نطيبهم 80%، ديك 20% نكملوها في الفرن. فهمتوني يا البنات؟ هذه ملاحظه، هذه اسهل طريقه تطيبوا بها الضلوع باش يجوكم طايبين بسيسه وفي نفس الوقت ما يدولكوش الوقت بزاف في الطياب. كما تعرفوا الفور يدي الوقت بزاف في الطياب كي ديروهم نيشان من الاول في الفور، فهمتوني؟ باش ما يدولكمش الوقت. هذه اسهل طريقه. راح ندير السمن تاعي الوليمه، هذا اللي دائما كنقول لكم عليه اللي يجي بنين بزاف يا البنات. فوالا راح فوالا يعطي. شوفوا دايما سواء المحمر ولا الضلوع كي طيبهم في الكوكوط ولا كي دير لهم السمن يجوا بنان بزاف. هذه ملاحظه يعطيهم واحد الذوق شباب، فهمتوا؟ مالغي هما فيهم الشحم والاخر بصح ما غاديش يبان داك اللي دام نتاع السمن ما يجيش باين كيما الزيت. فهمتوني يا البنات؟ وفي نفس الوقت البنه هي صح يجي بنين. راح ندير شويه فلفل كحل كيما راكم تشوفوا معايا. درت الملح دايما حسب الذوق، اللي يحب الملح بزاف يدير الملح بزاف، اللي يحب نص نص يدير نص نص. المهم الملح حسب الذوق يا البنات، فهمتوني؟ هنا راس الحانوت. فوالا راس الحانوت صنع منزلي يا البنات. اللي تحب الطريقه كيفاش ندير نصنعه قولوا لي نقول لكم في الكومونتير. هذا صنع منزلي ما كنشريش انا، ما يعجبنيش نتاع برا. ابار نتاع تلمسان، ها باش نكونوا واضحين تاع تلمسان بنين بزاف. وهنا نديرو جوج مغارف كبار نتاع الخل، هو اللي يساعده لينا باش يطيب في اقل وقت. فهمتوني يا البنات؟ وما راح ندير ليها لا ما لا والو. راح نغطي عليها ونقص عليها النار نخليها تطلق معها، وبعدها كي تطلق معها نزيد ليها شويه باش يطيب ليه. هذا ما كان فهمتونا؟ راح تشوفوا الماء اللي يطلق الماء مليح سورتو خاطرش مع كان في الكونجيلاتور. وكي تجبدوا على بالكم كي تجبدوا يطلق شوفوا كي راه ما تلصق ما والو، لانه قلت لكم هو يطلق الماء نتاعه. شوفوا ندخل فيه الخدمي كيما هاك جاني خاصه طياب. عاودت بلعته وخليته يزيد يطيب. هذه المره الثانيه كي حليت عليه. فوالا كي جاني خاصه طياب عاود رديته يطيب. فهمتوا يا البنات؟ فوالا راح تشوفوا معايا. شوفوا انا ما درت اضافه ثانيين، ما درت ثوم ما درت والو. باش البنه تاع اللحم ما حبيتهاش تغير، يبقى داك الكون تاع اللحم. اللي حب الثوم يدير ثوم، اللي تحب الرند دير رند، يبقى اختياري. انا نحب هكذا الضلوع نتاعي نديرهم كيما هاك، ما نضيف لهم حتى اضافات باش يجي الذوق تاع اللحم فقط. راح نديرهم في هاد لاغم في هاد البلان تاع الزاج، ندخلهم للفرن تاعي يتحمروا. ما غاديش يدوا الوقت بزاف في التحمار لانهم راهم طايبين، ما خاصهمش طياب بزاف. راكم فاهمين؟ ما بقى 20%. هذا ما كان في الساعه ليه شغل كيما هاك راه طايب، خاصها غير باش يولي كيما قال يذوب في الفم كيما يقولوا الشوابين باش يذوب في الفم.
هكذا الناس الكبار اللي ما عندهمش السنين الآخر باش يوليدوا باليوم في الفم باش يقدروا ياكلوه بكل سهولة بأريحية، فهمتوني يا البنات، ما نديروش حسابنا غير حنا، نديرو ميم حساب الأشخاص الكبار اللي معنا في البيت أكيد، فهمتوني يا البنات، فوالا. راح نديره يتحمر والبطاطا نتاعي اللي مقطعاها راح نقليها، الرز نتاعي راه كان يطيب في الفرن ديجا غادي نحيه وندخل هاد البلان نتاعي يتحمر، فهمتوني يا البنات. الرز طيبته ديجا في الماء والملح، طيبته نص طياب ومن بعد درته في لاصوص مع الآخر مع الأعشاب المنكهة، هذه ملاحظة لأن على بالي راح تسقسوني كيفاش درتي طيبتي، سي ديجا شاركت معكم من قبل وصفة كيفاش نطيب الرز راح تلقاوها في الفيديو نتاوي، فهمتوني يا البنات. لاصوص هاذيك اللي من التحت راح ندي غير النص نتاعها والنص التاني راح نخليه باش من بعد هكذا نقدمه مع الضلوع نتاوي، فهمتوا هذاك النص التاني خليته على جنب كيما شفتوا معايا يا البنات، فوالا. فوالا راح ندخلهم قبل لا ندخلهم للفرن تاعي راح تشوفوا الإضافة اللي غادي نزيدها لهم، من بعدها عاد ندخلهم للفرن نتاعي يا البنات، راح نرشهم رشة خفيفة نتاع توابل الآخر اللحم المحمر، هادي ملاحظة كي يتباعو واجدين سبيسيال ديرهم الفوق تزيده واحد الذوق شباب بزاف يا البنات، هادي ملاحظة، فوالا. هكذا نرشوهم مليح، من بعد كي يتحمر قاع ونخرجوه راح نرشوه بالكمون، هذه ملاحظة كما تعرفوا الضلوع يبغوا شوية كمون ماشي بزاف، ماشي كمية كبيرة تيولي طالق لكم تاع الكرانتي، أي حاجة خفيفة رشة خفيفة، وهذا يبقى اختياري على حسب الذوق كل واحد واش يحب، فهمتوني يا البنات، فوالا هادو هما الضلوعات نتاعنا بعد اللي تحمروا مليح، شفتوا كيفاش تحمروا، شهيتكم في الجنة متوحمات تسمحوا لي اعتذر منكم. هاد الفيديو راه كان من ايام العيد كما قال من نهار الزوج نتاع العيد، فوالا راح نحط في الطبسي نتاعي، تقدروا ديروا معاه مام الاخر اورداف ولا اي حاجه، انا درت سلطه عاديه، درت سلطه غير ورق طماطم وخيار عادي واش كان عندي متوفر في البيت، هذا ما كان، نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا، شوفوا مام كيما قال لها انا درت رافقتها غير بالفريت مقليه، وهذاك الرز قلت لكم عندي اشخاص في البيت نباتيين ما ياكلوش اللحم الاحمر نهائيا درته ليهم، نتوما قلت لكم تقدروا ترافقوه بالاخر بطاطا مفوره اذا ما حبيتوش مقليه ولا لكم الاختيار، شوفوا هنايا نقسمت لكم منه في الجنب وراح نعاود نقسم لكم منه، راه طيب ما شاء الله طيب بسيسه راه سخون، شوفوا بالسيف راني نقسم لكم فيه، راهي الشليط داك علاه راني بالسيف نقسم لكم فيه باش نوريكم معزتكم كما قال له نوريكم فيه، شوفوا الطاب ما شاء الله يذوب في الفم ليسونسيال. هذه هي الوصفة اللي هكذا وصفة اللي حضرتها لكم في اليوم الثاني تاع العيد هذا وديت لكم المونتاج، الله غالب قلت لكم من قبل وراني نعاود نقول لكم رافقتها بفريز كما راكم تشوفوا هذاك رز، ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم، ما تبخلونيش بلايك وتعليق محفز اذا بغيتوا، لحقت نهاية الفيديو مالي نقول لكم تهلاو في رواحتكم والسلام عليكم.